بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا نعمل مع بعض النهارده طريقه في كشري الفول الاخضر لحياتي. نسمي الله. تعالوا نبدا مع بعض. اول حاجه معايا خل على النار، انزل فيها بمعلقتين من الزيت وعليهم معلقه سمنه كبيره، وبعدين نزلت عليهم بمعلقه سمنه كبيره. واول ما السمنه والزيت يسخنوا معايا كده هنزل عليهم بصلتين كبار مقطعه، وعشان البصل يدبل معايا بسرعه هنزل عليه برشه ملح بسيطه. الملح هيدبل معايا البصل شويه. هنا البصله بدات تدبل معايا كده، مش هحمرها قوي. اول ما تاخد اللون ده هنزل عليها معلقه من الثوم المفروم واقلبهم كده مع بعض. وبعدين ننزل عليهم بمعلقه من هريسه الشطه. طبعا هريسه الشطه دي بتودي طعم الاكل في حته تانيه خالص. اشوحهم كده مع بعض وبنزل عليهم بطبق الفول. معايا الفول متقشر ومغسول وجاهزه، هنزل عليها هنقلبهم كده مع بعض. نقلب الفول مع البصل والحاجات كده، وبعدين هغطي عليهم يستوي على نار هاديه شويه. وهنا الفول معايا بيكمل سوا، هنزل عليه بجزريه مبشوره اقلبها معاه كده واغطي عليه تاني يكمل سوا. وبعدين هنا الفول معايا بدأ يستوي، هنزل عليه عصير من الطماطم وهنزل عليه بقى بالبهارات. معايا كمون، كزبرة، فلفل اسمر، بابريكا، وبعدين اقلبهم مع بعض واسيبهم يسبكوا مع بعض. وهنا الرز جوز معايا، الفول جوز معايا، انزل عليه بقى بالرز مغسول ومنقوع متصفي. انزل بالرز كده على الفول. عندك بقى اي خضره شبت على كزبره هنزل عليها بيها، واقلب الكلام ده كله مع بعض كده. واظبط الملح، مكترش ملح عشان لسه هحط شوربه. انا عندي هنا شوربه لحمه هنزل عليها بيها، مش هكتر شوربه عشان الرز ما يعجنش مني يبقى مفلفل. حاجه بسيطه كده عشان الرز بتاعي كان منقوع. وبعدين اغطي عليها اما ينزل بقى، وبعدين اهدي عليه. شايفين بقى جمال الفول؟ ما شاء الله استوى بقى زي العسل. احلى كشري الفول ممكن تعمليه بالطريقه دي. شايفين الرز مفلفله وجميله ازاي؟ تقدرها تلميه، مش قادره اقولك على ريحته وجماله حلو قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. شايفين بقى جمال الطبق؟ لو عجبكم بقى كشري الفول بتاعي متنسوناش بقى في اللايك والتعليق الحلو. يا رب يتجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. ما تحرمش منكم ابدا. اسيبكم في رعايه الله.